يقرع باب بيتك في الصباح الباكر واحد يحط زجاجة حليب طازج لطفلك الذي لا يحمل الجنسية السعودية، كل ما في الأمر إنه بشر ومحتاج الحليب زي ما بيحتاجه الطفل السويدي. في بلادنا لا يقرع باب المقيم إلا عن طريق الجوازات عشان ترحله أو التفتيش. في السويد بتحصل على إقامة دائمة بعد المكوث 4 سنوات متواصلة. في بلادنا يجدد المقيم إقامته ولو مكث 1000 سنة مما تعدون. في السويد بيحصل المقيم على الجنسية إن حفظ تاريخ السويد وعاش فيها 6 سنوات متواصلة. في بلادنا بينتظر المقيم 6 سنوات للحصول على إذن إن يتجوز مواطنة، ولا يمنح الجنسية حتى لو حفظ القرآن والإنجيل والزبور وتاريخ الجزيرة العربية من هبوط آدم عليه السلام حتى وقتنا الحالي. السويد يتعاملون بالإسلام رغم كفرهم، وفي بلاد المسلمين نتعامل بمنهج الكفر رغم أننا مسلمون. في السويد لا تجد كفيلا سويديا يبتز مقيم هندي أو صومالي أو مصري ويطلب منه شيء دون وجه حق. في السويد لا تسمع كلام فج من طفل صغير لسه شنبه ما طلعش يقول لك اسكت ولا ربي أسافرك. في السويد لن تجد خادمة تعمل لمدة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. علم ولادك ان البنجال اللي بينظف الشارع في كل صباح اخوك في الاسلام، بل انه ممكن يكون افضل منك عند ربنا. علم ولادك ان اللي بيصلح لك توبك ويخبز لك خبزك ويطهو طعامك هو بشر ليه مشاعر وكرامة، وما اتى هنا في بلادنا الا لطلب الرزق الحلال. هذا الامر ينطبق بيقول الكاتب السعودي على كل دول الخليج بلا استثناء، وقس على ذلك جميع المسلمين. قال لك عراقي كان بيعيش في السويد منذ سنوات، ابنه كان من المتفوقين دراسيا. المدرسة قررت تنظم رحلة للبرازيل تدفع هي ثمنها للمتفوقين. المدرسة طلبت جواز سفر ابنه عشان تستخرج له تأشيرة دخول. بعد عدة أيام مديرة المدرسة اتصلت بولي الأمر وطلبت إنها تقابله. المديرة كانت حزينة جدا وهي بتخبره إن السفارة رفضت إنها تدي ابنه فيزا عشان هو جوازه السفر عراقي، ولكن أكدت عليه إنه ما يقولش لابنه عشان ما يتصدمش ويتعقد من طفولته، ورجته انه يديها فرصة اخيرة لحل الاشكالية لتجنب صدمة الطفل. الراجل غادر مكتب المديرة وهو بيضحك ومستغرب، واول ما راح البيت حكى لابنه مباشرة دون تردد. بعد عدة اسابيع اتصلت المديرة عليه وطلبت مقابلته. حضر للمقابلة، قابلته بابتسامة عريضة ثم مدت ايديها وادته جواز سفر سويدي لابنه. انبهر الرجل من الصدمة، بادرته بالقول: قمت بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ابنك، والذي وافق على منح الجواز السويدي لتجنب الصدمة النفسية التي ستلقاها الطفل والتي قد تنعكس على شخصيته لما يكبر. اللهم اجعل وجودنا في الوطن العربي شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل وجودنا في الوطن العربي شفيعا لنا يوم القيامة. الله غالب.